كتفيقي وعندك طاقه كبيره، كتقولي هذا النهار غيكون مختلف، ولكن فجاه كيدوز الوقت كتلقاي راسك غرقتي في السوشيال ميديا والليل وصل وانت باقا في بلاصتك. هذا الاحساس باللي العمر كيهرب هو اصعب شعور. اليوم جيت نوقف هذا الاحساس ونوريك باللي السر ماشي في الجهل وانما السر السيستم ديال النهار. مرحبا بك في اول حلقه من عادات غتبدل حياتك وغتوصلك للنسخه اللي كتحلمي بها. اول حاجه خاصنا نفهموا هي علاش كنحسوا بهذا الثقل. الحقيقه هي ان دماغنا صغير مصاوب باش يبدع وباش يفكر، ماشي باش يخزن المعلومات اللي كثيره بزاف. ملي كتخلي المهام ديالك مشتته في بالك، بزاف ديال الحوايج باغا ديريهم، كانك كتحملي على راسك واحد الشكاره اللي ثقيله بزاف فيها بزاف ديال المهام، نعتبرهم بحال شي حجر في شكارتك وانت يلاه باغا تبداي الطريق. هكذا المهام ديالك الكثيره اللي في عقلك وانت يلاه باغا تبداي النهار ديالك كتبقاي متضاربه مع راسك. باش غتبداي، باش غتسالي، شنو غديري بالضبط؟ هنا فين كيخربق لك النهار ديالك، وهنا فين كيجي الدور ديال التودو ليست. ودابا غنشارك معاك السر اللي غيخليك تكتبي التودو ليست ديالك وتبغيها وما تمليش منها بعد يومين. بزاف ديال البنات كيديروا واحد الغلط، هو انه كينوضوا يكتبوا بزاف ديال المهام، وربما ديك المهام اللي ما قادرينش عليها اصلا انهم يديروها، ولا ما عندهمش حتى الكانه باش يديروها. نتوما ما محتاجينش تكتبوا واحد 15 مهمه في التودو ليست ديالكم. بما انه يلا غتبداو بثلاثه المهام اساسيين ديروهم في نهارك. هكا غتحسي براسك راك مرتاحه وعارفه شنو غديري في نهارك، وعقلك حتى هو ما يحسش بالضغط. فيا عزيزتي، كل صباح اولا من الاحسن كل ليله في صراحه قبل ما تنعس اختاري فقط 5 ولا 3 ديال الحوايج اساسيين اللي كتحسي براسك قادره ديريهم، اولا شي حوايج الا درتيهم غتكوني فخوره براسك قبل ما تنعسي. حاجه وحده للقرايه ولا الخدمه، حاجه وحده لراسك والجمال ديالك، ولا حاجه اللي كتقربك من الحلم ديالك. ملي كتحدي هاد 3 الحوايج ولا الحوايج اللي فريمون غديريهم وباغاهم، العقل ديالك كيعطيك اقصى قدر من الابداع والانتاجيه. طريقه ما كتعلمكش غير كيفاش تكوني منتجه في النهار ديالك، ولكن كتعلمك كيفاش غتكوني ذكيه في الاختيارات ديالك. فكري ديما باللي القليل المستمر خير من الكثير المنقطع. كيف كنقولوا لها بالدارجه، قليل ومداوم احسن من الكثير ومقطوع. ارونا واش قلت بشكل صحيح مهم علينا. خليونا نكملوا. النجاح ماشي هو تجري في كاع الاتجاهات، النجاح هو تمشي في الاتجاه الصحيح ولو بخطوات صغيره ولكن ثابته وواثقه. وفي علم النفس كاين تفسير علمي علاش كنديروا التودو ليست وكتعطينا واحد الراحه العجيبه. كاين واحد المفهوم سميتو زيغارنيك افيكت. هذا العلم كيقول باللي عقلنا كيبقى مشتت ومرتبط بالمهام اللي باقا ما كملاتش وكيستنزف طاقتنا وهو كيفكر فيها ليل ونهار. هنا فين كيجي السحر ديال التودو ليست. ملي كتكتبي وكتقيدي المهام ديالك، انت كديري لعقلك ما يسمى بالتفريغ الذهني، كتعطي اشاره واضحه للسيستم وشنو باغا بالضبط. هنا كتكوني عارفه شنو اللي عليك واللي ما عليكش. وفي نهايه النهار فاش كتشطبي على شي حاجه درتيها في القائمه، دماغك كيفرز ماده الدوبامين، داك الاحساس اللي كيحسك بالراحه وبالسعاده اللي هو مكافاه من عقلك ليك نتيا، حيت عتقتي من داك الضجيج والتوتر اللي كان عايش فيه. تو ليست هي اللي كتخليك تسيطري على الهرمونات وتسكني داك الصداع اللي في عقلك، وانك دوزي النهار ديالك كيف بصح انت باغي. اهم من هذا الشيء كامل كتقربي من النسخه اللي كتحلمي بها. فغدا ملي تفيقي تفكري يا اما غتكوني انت هي اللي كترسم الخريطه ديال النهار ديالها وتقربي من نسختك وتكوني بطله الفيلم الخاص بك، يا اما غتكوني مجرد كسوله عندك احلام وطموحات وما بغا ديري والو ليهم. هاد شي حد كيقول لك كنبغيك والتصرفات ديالو ما كيدير حتى شي مجهود على قبلك. ولكن ديما ديري في بالك كوني ظريفه وحنينه مع راسك، ما تلوميش راسك نهائيا. غلطتي عاودي من جديد، اعتبري راسك كدوي مع شي شخص كتبغيه. فاذا كنتي كتبغي شي حد مستحيل تجرحيه ولا تبغيه يتاذى. كذلك مع نفسك خاصك تكوني كتبغيها اكثر من اي حاجه اخرى، فخاصك تختاري ما بين هاد الجوج، يا اما تكوني الاولى ولا الثانيه. كنتمنى تكون البدايه ديال هاد السلسله قاست قلبك قبل عقلك. كتبي لي في التعليق شنو اول مهمه غديريها غدا ان شاء الله. باي باي، see you in the next video. Love you guys.